بيبدأ الجزء التاني بأماندا اللي بتعمل فريق تاني، وفي منهم من الفريق الأول زي بومرينج وكمان هارلي كوين، ومعهم كمان العقيد ريد فلاج. بيروحوا على المهمة اللي بتكون على الجزيرة، وأول ما يوصلوا الجيش بيخلص عليهم ما عدا ريك وهارلي كوين اللي بيعرفوا يهربوا، وأماندا بتكون دي أصلا الخطة بتاعتها، وتكون بعتة فريق تاني من الناحية التانية للجزيرة عشان يعملوا هما المهمة. والفريق الأول بيكون إلهاء بس مش أكتر، والفريق التاني نبدأ نتعرف عليه اللي بيكون الأول بلاد سبورت اللي بيكون مسجون وعامل جرائم كتير بسبب إن أبوه كان جندي مرتزقة وكان بيضربه من وهو صغير، فلما كبر بقى يقدر يحول أي حاجة يمسكها لسلاح. وماندا بتطلب منه إن هو يكون قائد للفريق، بس هو بيكون رافض، فبتهدده إنها تدخل بنته السجن، فبيضطر يوافق. وتاني واحد هو بيس ميكر اللي بيكون قصته زي بلاد سبورت كده، وأبوه كان جندي مرتزقة ومهمتهم هما الاتنين قيادة الفريق وضرب النار. وتالت واحد هو كينج شارك اللي بيكون قوي جدا بس معندوش مخ. ورابع واحدة هي راد كاتشر بتكون بتعرف تتحكم في الفئران. وخامس واحد هو بولكا اللي بيرمي دواير بتقدر تسيح اي حاجة. واماندا بتحكي لهم عن مهمتهم ان في جزيرة كانت فيها عيلة ظلمة بتحكمها لغاية ما حصل عليهم انقلاب ومسك الواحد اسمه سيلفيو لونا، والمساعد بتاعه اسمه ماتيوس، ودول ناس بتكره امريكا. ولكن المشكلة ان في مكان هناك اسمه يوتنهايم، والمكان ده بيتعمل فيه بحوث علمية، وفي مشروع هناك اسمه نجم البحر، وده مخلوق فضائي لو قدروا يسيطروا عليه هيقدروا يخلصوا على امريكا والعالم كله. ومتوا انهم يفجروا المكان بمساعدة واحد اسمه جريف، وهو اللي هيقدر يساعدهم ويعرفهم كل حاجة، بس لازم الاول يقنعوه ان هو يساعدهم ونكمل مع الفريق. والفريق التاني بيكون ماتوا كلهم ما عدا ريك وهارلي كوين، وبيتمسكوا. اماندا بتعرف تحدد مكان ريك، بتقول للفريق عشان يحرروه. وراحوا بلاد سبورت وكينج شارك قعدوا يضربوا في كل الجنود وبيس ميكر وقعدوا يخلصوا عليهم. وولكا بيرمي عليهم الدوائر اللي بتسيح اي حاجه. ولما وصلوا ريك اللي هو قاعد كويس ومفيهوش اي حاجه، وكان قاعد مع سول، ودي تبقى قاعده الجنود اللي هم خلصوا عليهم، ودول يبقوا جنود مقاومه وبيحاربوا لونا عشان هو الرئيس غير شرعي. وهم انقذوا ريك قبل ما يجيش لونا يمسكه ويخلص عليه. ونعرف كده ان بلاد سبورت خلصوا عليه هو الفريق بتاعه كانوا جنود المقاومه مش تبع الجيش. فسالتهم سول عليهم، واعترف بولكا على طول انهم خلصوا عليهم، فزعلت انها عملت خير ولقت شر في وشها، بس بتوافق تساعدهم عشان هي بتكره لونا. وبنروح لجريف اللي اسمه الحركي المفكر، بيكون لونا قاعد مع المفكر وبيسأله عن مشروع نجم البحر. بيعرفوا ان في مجموعة كانت طالعة على رحلة للفضاء واكتشفوا نجم البحر، وعرفوا انه بيعمل نسخ كتير من نفسه. واول ما بتمسك في البني ادم بتخلص على خلايا مخه وتتحكم هي فيه، وبياخدوا المفكر عند نجم البحر وبيعرض عليه لونا ان هو يشتغل معاه وهو بيوافق على طول. وبنروح عند هارلي كوين اللي الجيش قبضوا عليها وبياخدوها وبينضفوها وبيلبسوها وبيعملوها زي الملكات، بتكون هي فرحانة بالمعاملة دي. ولونا بيستقبلها وبيقول لها ان هي ايقونة ليه هو والشعب، لانها دمرت حاجات كتيره في امريكا وهما بيحبوها انهم فاكرينها بتكره امريكا، وان شعب لونا عايز لونا يتجوز هارلي. وبيعيشوا قصه حب بتنتهي اول ما لونا بيحكي لها عن نوايا وعن نجم البحر، فبتطلع مسدس وتخلص عليه بكل برود لانها اصلا مجنونه زي الجوكر. الجيش بيخش وبيقبض عليها، وبيتعين النائب سواريز للرئاسه. نرجع للفرقه اللي بيكون اسمها الفرقه الانتحاريه او فرقه اكس، وسول بتديهم لبس عشان يعرفوا يتحركوا مع الناس وسط نيوتنهايم، وبيروح يركبوا مع واحد تبعها عشان يوصلهم للمكان اللي بيسأل فيه المفكر. وبيروحوا المكان وبيكون حانة، وبيفضلوا قاعدين لحد ما المفكر بيوصل، وبيروح عنده البلاد سبورت وبيهددوا ان هم لو وصلهمش لمكان نجم البحر هيخلصوا عليه، فبيوافق عشان ما يكون متهدد. بس الجيش بيوصل، فبلاد سبورت بيقول لريد كابتشر وبولكا انهم ياخدوه المفكر ويهربوا بيه من الباب اللي خلفي، والباقي بيتقبض عليهم. ولكن القرش بيكون كل ده نايم في العربيه، وباقي الفريق بعد ما اتمسكوا هم في العربيه رايحين لسواريز بيقدروا يقضوا على كل اللي في العربيه، وكمان بيخلصوا على السواق، فالعربيه بتقلب بيهم. بس بيطلعوا عايشين، وقت لهم عربيه اللي فيها باقي الفريق ومعهم المفكر، وطلعوا على هارلي عشان ينقذوها. وفي الوقت ده سواريز بيكون قاعد بيعزف فيها عشان يعرف منها في كام واحد موجود على الجزيره، بس بترفض تقول له اي حاجه. بيوصل عندها الفريق بيعملوا خطه عشان ينقذوها، بس هي بتكون مش محتاجه حد ينقذها، تفضل تضرب في كل الموجودين تخلص عليهم واحد واحد. وبتنزل تلاقي الفريق قاعد مستنيها، كانوا مجهزين خطه عشان ينقذوها. فبتقول لهم انا اسفه، ايه رايكم اعمل نفسي مخطوفه وانتوا تلحقوني؟ بيقولوا لا لا خلاص، اهم حاجه انك كويسه. وبيطلعوا على نيوتنهايم وبيوصلوا بيبداوا ضرب في كل الموجودين لحد ما بيقدروا يدخلوا المكان، وبيقفلوا على نفسهم الباب، وبيبداوا يزرعوا قنابل في كل حته عشان يفجروا المكان بالوحش. وبيروح لك راد كابتشر مفكر لعند الوحش عشان يحطوا قنابل عنده تحت الارض، وبيصدموا لان المكان مليان تجارب على البشر، وكانوا بيتعذبوا بسبب الكائن الغريب اللي كان على وشهم. المفكر كان بيعمل عليهم التجارب دي عشان يكتشف مدى قدرات الوحش. وريك بيكون مصدوم، فالمفكر بيقول له هو انت بجد مستغرب؟ حكومتك هي اصلا السبب في كل ده، ورواد الفضاء اللي اكتشفوا الوحش ده هم اصلا امريكان، هم اللي نزلوا الوحش ده على الارض عشان يعملوا عليه التجارب دي. بس لونا انقلب على الحكومه وهم خافوا لا يتفتحوا، عشان كده بعتوكوا عشان تدمروا المكان. وبيتعصب ريك وبيطلع هارد من جهاز المفكر، وبيكون عليه المفكر بيدين الحكومه صوت وصوره، وبينزل بيس ميكر وبيهدد ريك بالسلاح
لان اماندا خافت ان كل ده يحصل. عشان كده قالت لبيس ميكر انه يمنع اي حد يخرج باي حاجه تدينها من المكان ده. ولسه ريك كان هيطلع سلاحه، بس بسبب غلطه حصلت المتفجرات بتفرقع والمكان بيقع عليهم، وبيفوق ريد كابتشر والمفكر. وبسبب الانفجار الزجاج اللي بيمنع الوحش بيكون اتفك، وبيشد المفكر ناحيته، وريد كابتشر والفار بتاعها بيهربوا. بس ريك وبيس ميكر بيكونوا تمام. بس ريك بيكون في حته حديده في بطنه بيخرجها، بيبدا هو وبيس ميكر يتخانقوا مع بعض. وخلاص ريك بيكون هيخلص على بيس ميكر، بس بيس ميكر بيضربه بازازه في قلبه وبيخلص عليه. ريد كابتشر بتشوف كل ده وبتاخد الهارد وبتهرب بسرعه. بنرجع للماضي قبل تفجير القنبله، وبلاد سبورت بيكون واقف وبيشوف مجموعه كبيره من الجيش جايين على المكان، وبيكون شارك ماشي وتايه مش في دماغه اي حاجه. وباقي الفريق بيلاقي في مجموعه من الجنود لسه جوه وبيهجموا عليهم. فبولكا كان بيدافع عن نفسه فيرمي شويه دواير وبيرمي شويه كتير بالغلط، فبتيجي في متفجرات المكان كله بيتفجر. وفي حوض سمك كبير بيفرقع بياخد معاه شارك ويرميه تحت لعند الجنود، فالجنود بيقعدوا يضربوا عليه نار، بس هو مش بيموت بسهوله وبيقوم وبياكل الجنود وبيخلص عليهم. بس بسبب الانفجار نص المبنى اللي فوق بيبدا يقع، وبيطلع على الجزء الثابت وبينط عليه، والجزء اللي بيقع بينزل على الجنود وبيخلص عليهم كلهم ما عدا سواريز. ولسوء الحظ بيس ميكر بيفضل ينزل لحد ما بيوصل عند ريد كابتشر، بيكون هيقتلها بس بلاد سبورت بيجي بيخلص عليه، وبتحكي ريد كابتشر كل اللي حصل وبياخد منها الهارد وبيعينوا معاه. بس الجيش بيكون جاب تعزيزات كبيره اكتر بكتير من اللي كانوا موجودين في الاول. بس فجاه بيخرج نجم البحر ويرمي عليهم نسخ كتير، والجيش مش بيقدر يتصدى ليه، وكان بيخلص على سواريز. ومفيش غير المجموعه اللي تقدر تحمي نفسها وبتفضل عايشه. بس كل الجنود اللي ماتوا بيصحوا تاني، وبيكون نجم البحر بيتحكم فيهم وبيتحرك على المدينه عشان يسيطر على الناس اكتر واكتر. وماذا بتتصل على بلاد سبورت بتقول له ان انتوا كده خلصتوا المهمه، تقدروا ترجعوا ومالناش دعوه باللي هيحصل، لان كده كده امريكا اعتبرت الجزيره معاديه مالناش دعوه. لكن بلاد سبورت بيصعب عليه الناس دي كلها، فيقرر ان هو يساعدهم وبكده يكون خالف اوامر اماندا. ولما اماندا تحس ان هم خرجوا عن طوحها تتعصب جدا، ممكن هتفجرهم بالمتفجرات اللي هي زرعتهم فيها. موظفين مش بيقبلوا باللي بيحصل ده، وفي موظفه بتقوم وتضربها على دماغها، ويبداوا يساعدوا الفريق عن بعد، بيروحوا يضربوا في الوحش من كل حته. بس بولكام يموت، وراد كابتشر بتبعت جيش كبير جدا من الفيران عشان ياكلوا الوحش، وهارلي بتخترق عينه بالرمح وبتشوف الفيران وهي بتاكله من جوه، وبكده يخلوا يخلصوا على الوحش والدنيا تمام. والمقاومه بتسيطر على المكان وبيعملوا انتخابات عادله. واماندا فائت، بلاد سبورت بيتصل بيها وبيقول لها ان هو نشر فيديوهات في مكان مشفر، ولو حصل لهم اي حاجه الفيديوهات دي هتنتشر تلقائي. وبكده هم بقوا احرار، وتيجي الطياره توديهم في المكان اللي هم عاوزينه. ونكتشف ان بيس ميكر لسه عايش. وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.